كابتن سمير، ما هو دور أندية سنجار لدعم الشباب؟ هناك 5 أندية في السنجار. من المحتمل يفاجئ الرياضيين والأهالي السنجار على هذا العدد الكبير من الأندية في داخل السنجار دون جدوى. هناك نادي السنجار الرياضي، نادي الشباب السنجار، نادي جبل السنجار، نادي برايتي، نادي 3 هناك 5 أندية في السنجار، ولا يوجد أي مشاركة خارجية بالنسبة لهذه الأندية في الموسم الأخير. هذا السؤال يعود للجميع، لماذا؟ هناك أندية يقولون بسبب الدعم المادي لا نستطيع المشاركات الخارجية على مستوى النينوى أو العراق. أما إذا تأتي على نادي السنجار الرياضي، النادي الرسمي في السنجار، إدارتها في السنجار وملاعبها في السنجار، ولكن الإدارة كأشخاص ساكنة في ساقو، ولديهم دعم مادي كبير، يستطيعون أن يشاركون في دوري العراقي إلى الثالثة وإلى الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز. نقدر نقول إنه النادي موجود بس بالاسم بالسنجار، والواقعين يعني الإدارة كملاعب وبناية موجودة في السنجار، وكأشخاص ورئيس النادي والأعضاء موجودين في زاخو، يعني ساكنين في زاخو. يأخذون أرباح الملاعب، ولكن وجودهم في زاخو ولا يوجد أي مشاركات، فقط لديهم المشاركة على مستوى فعالية الكرة الطائرة الدوري الممتاز الموسم السابق. أما بالنسبة كرة القدم ودعم الشباب لا يوجد أي دعم في أرض الواقع. أما إذا تأتي على الأندية الأخرى ليس لديهم أي نشاطات سواء بسيطة أو خارجية أو يعني كبيرة. أقول رسالتي إلى رؤساء الأندية وبين ظهرين نادي السنجار كونه نادي رسمي، نتمنى إذا لا تعملون شيء لأجل السنجار والأهل والشباب والرياضيين أن تفسحون المجال لفئة الشباب، الطبقة الشبابية. هناك الرياضيين في السنجار سواء من شمال أو في جنوب السنجار أو في مركز قضاء السنجار في كافة المكونات سواء مسلم أو يزيدي. أتوجه إلى الرياضي، نتمنى إذا لا تعملون شيء لأجل السنجار والأهلها أن تفتحون المجال للطبقة الشبابية ليعملون مشاركات خارجية أو كباقي محافظات وأندية عراقية. نعم. كابتن علي، نود أن نسمع رأيك تجاه هذا السؤال. ما هو دور أندية السنجار بدعم كرة القدم؟ إذا تجي من ناحية الدعم لا يوجد، يعني داخل السنجار لا يوجد تفاعل من أي الأندية اللي ذكرها الأستاذ، لا من مشاركات ولا من دعم الشباب الموجودين الرياضيين بسنجار. بس إذا تسألني إنه هو ليش ما موجود، هذا جانب ثاني. يعني لعد ليش ما موجود لحد الآن الإدارة الرسمية في السنجار؟ وين قائم مقام السنجار؟ أنا هنا السؤال، السؤال يأخذك على السؤال الثاني. أنا اليوم أجي أسأل على نادي السنجار، قد يكون أكو أهم الركيزة الأولى هو الإدارة الموجودة في سنجار. أين الإدارة الموجودة في سنجار؟ اليوم إذا يجي الإدارة تقعد في سنجار، النادي يجي يقعد في سنجار. يعني تسألني عن الإدارة خارج سنجار، أوكي، الإدارة خارج سنجار قد يكون لها مشاركات خارج سنجار، وأيضا من الشباب السنجاري. إحنا خلي يكون منصفين من هذه الناحية. يعني اليوم هو ما موجود داخل السنجار، بس له مشاركات موجودة على مستوى محافظة نينوى خارج سنجار. هذا واقع اللي موجود. عفوا، نقدر نقول إنه نادي السنجار الرياضي رجحتها يعني أو دائرة نظامها بالسنجار متعلقة طبعا إدارة السنجار، هاي مقام ومدير ناحية. هذا واقع. أضيف
فقرة لماذا نادي سنجار الرسمي لا يعود إلى مركز سنجار وباقي الأندية الأخرى موجودة في سنجار؟ هل يتعلق بمسألة إدارة سنجار أو قائمة سنجار؟ لا أدري. هذا السؤال يحير الجميع. رسمي يعني نادي الرسمية، أنا أتكلم من الناحية الرسمية. من النشاطات الرياضية أعتقد من الناحية الرسمية الأندية الرياضية لا ترتبط ولا تتعلق بالسياسات. كابتن هذه ليست سياسات، هذه إدارة قضاء. اليوم القائم مقام هو رئيس الوحدة الإدارية الموجود في القضاء، هو اللي يتحكم بجميع الدوائر الموجودة في القضاء. أين هو الدور القائم مقام؟ عفوا كابتن، بس إن لم يكن هنالك إداري للقضاء فكيف الشباب سوف يقومون بتطوير انفسهم في هذا المجال؟ من خلال هذه الاكاديميات الموجوده هو يدرس نفسه بعد، وهذا الواقع الموجود. وهل هذه الاكاديميات عفوا استاذ، وهل هذه الاكاديميات الموجوده داخل سنجار لهم طرق لاخراج هؤلاء اللاعبين؟ الاكاديميات الرسميه لها دورها في المحافظه. الاكاديميات الرسميه اقصد لا تملك الدعم الكافي لاخراج هؤلاء اللاعبين من داخل سنجار. قد تملك إذا فكرت السؤال إلى نادي سنجار الرسمي، مثل ما يقول نادي سنجار القديم، لا تستطيعون يعني العودة إلى سنجار بسبب عدم، مثل ما ذكر كابتن، عدم وجود إدارة في سنجار. نعم. لماذا لا تقومون نشاطات في مخيمات؟ هناك مواهب شبابية، لاعبين ولاعبات كثيرة في مخيمات، عليكم أن تهتمون بهذه الفئة. نعم. هناك مشاركات خارجية قبل أسبوع، بطولة المحافظة على جانب النسوي، لماذا سنجار لا يشارك على هذه البطولة؟ مع العلم 30 لاعبات هذه البطولة من سنجار. نادي دروب نسوي توجه بلقب دوري المحافظ، يعني محافظ دروب كانت 8 لاعبات من سنجار و4 لاعبات اساسيات. اما على جانب فريق زاخو كانت 4 لاعبات اساسيات. لماذا نادي سنجار القديم لا يشارك بهذه الفعاليات والمشاركات على مستوى المخيمات لكونهم قريبه على اداره نادي سنجار القديم؟ هذا سؤالي موجه الى اداره نادي سنجار، واتمنى يكون الرد في هذا الواقع. مشاهدين سنجار ميديا، فاصل قصير ونعود. كابتن سمير، تملك رسالة أن توجهها من خلال شاشتنا؟ طبعا عندنا رسائل وأحلام من خلال مؤسسة سنجار ميديا. نقول نتمنى من الأندية في سنجار، هناك 5 أندية في سنجار، الاهتمام بالمشاركات الخارجية لكشف مواهب السنجارية. تعتبر كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ومن خلالها برازيل أعتقد لولا كرة القدم ما حد يعرفها كدولة، أو كمثلا باقي الأندية يتمثلون محافظاتهم ومناطقهم. نتمنى كحلم نشوف منتخب سنجار أو أحد أندية سنجار تلعب بالدوري العراقي الممتاز كحالها بباقي المحافظات المتأهلة إلى الدوري العراقي المحترفين كموصل وبعض الأندية الأخرى كما تشاهدون في مواقع التواصل الاجتماعي. نكهة الدوري العراقي حاليا كأندية زاخو وباقي الأندية في كردستان. أتمنى أن نرى سنجار، ملعب سنجار مكشوف مليء بأهالي سنجار، خاصة أهالي سنجار متعاطفين، يعني متشوقين على حب كرة القدم من خلال مؤازرة فريقهم وأنديتهم. من خلال أنا كشخص أرى أن في مدرجات ملعب سنجار هناك عوائل، هناك أشخاص يشاهدون فريقهم وأنديتهم في الدوري العراقي المحترف. هذه رسالتي وحلمي إن شاء الله، أتمنى تحقق لشبابنا إن شاء الله. إن شاء الله يتحقق حلمك وحلمك سنجاري رياضي. شكرا جزيلا لكم. شكرا على هذه
إضافة جميلة. نعم مشاهدي سنجار ميديا، نصل الآن وإياكم إلى نهاية صباحنا لهذا اليوم. أعتقد كان صباح جميل ومليء بالمحبة والرياضة والنشاط الحيوي، وأيضا ضيوفنا أيضا كان لهم رسالة يوجهونها إلى أهالي اللاعبين واللاعبين من خلال شاشة سنجار ميديا. أنا وزميلتي علي الحسكاني نصل إلى نهاية حلقتنا إلى هذا اليوم، إلى صباح آخر وإياكم، دمتم بخير وسلام.